قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد أيها الأحبة في الله، فمع حديث جديد من الأحاديث القدسية، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث الذي معنا هو لفظ البخاري رحمه الله تعالى، وهو من رواية أبي هريرة كما سمعنا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، هذا الأول. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، هذا الثاني. والثالث: ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا هو حديثنا، والشاهد أنه من الأحاديث القدسية قول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وكما هو حالنا أننا نشرح الحديث. هذا الحديث من رويه؟ أبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة ومن أهل السنن، إمام المحدثين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. فأبو هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن ابن صخر، هذا أشهر أسمائه، إلا أنه اختلف في اسمه على أكثر من 20 اسم، أشهرها عبد الرحمن ابن صخر. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، في بعض الروايات ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب، وهل إذا قال قائل: ما العذاب الذي توعد به هؤلاء؟ نقول: الكلام من الله عز وجل على أمرين: إما كلام شفقة ورحمة، وإما كلام توبيخ وزجر. فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة. وهل هؤلاء هم فقط الذين لن يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، أم أكثر من ذلك؟ هم أكثر من ذلك بكثير، ولكن خص هؤلاء لأفعالهم، خص هؤلاء لأفعالهم. وفي بعض طرق هذا الحديث
من ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله عز وجل عد فيهم رجل رابع، ورجل بايع إماما إن أعطاه وفى له. يعني هو يبايع هذا الإمام عشان الإمام إيه؟ يعطي له منصب، يعطي له مال، يعطيه شيء، يطمع هذا المبايع للإمام به، فبايع الإمام من أجل غرض، فإن أعطاه هذا الغرض وفى لهذا الإمام ببيعته، وإن لم يعطه لم يوفي له. هذا رابع، وغيرهم كثير. لكن حصر هؤلاء بعدم الكلام وعدم النظر، بل وضيف عليهم أيضا أن الله عز وجل لا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي يعذبهم الله عز وجل. طيب، الله عز وجل يقول ثلاثة لا يكلمهم الله. طيب، وثبت عندنا أن الله عز وجل يكلم أهل النار. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال جل وعلا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا فيها ولا تكلمون. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يكلم العبد الذي أدخله النار: لما أدخلتنا؟ قال قد طلبت منك أن تؤمن بي وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك. إذن كلام الله عز وجل مع الفسقة ومع أهل النار كلام توبيخ، خلاف كلام الله عز وجل مع أهل الإيمان ومع أهل الجنة. يطلع الله عز وجل اطلاعة على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ أتريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: لا يا رب. هذا كلام. فيكشف الله عز وجل الحجاب أو الحجب عن نفسه، فينظر أهل الجنة إلى الله عز وجل، إلى وجهه سبحانه وتعالى، فيقولون وكأنهم لم يعطوا شيئا خيرا من النظر إلى وجه الله عز وجل. الشاهد أن الله عز وجل يكلم أهل الجنة. وهذا الرجل الذي يدخله الله عز وجل يوم القيامة في كنفه فيقرره الله عز وجل بذنوبه: فعلت ذنب كذا يوم كذا وكذا. يقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل: وقد سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك اليوم. رحمة أرحم الراحمين أدركت هذا الرجل حتى يقرره الله عز وجل بذنوبه، فيظن هذا العبد أنه هالك لا محالة إلا أنه عند الله من أهل الجنة. ثم يقول الله عز وجل لملائكته: أعطوا عبدي كتابه بيمينه، فيخرج مسرعا على أهل المحشر جميعا مناديا: هاؤم تعالوا والتفوا وانظروا هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الآيات. فهذا الرجل كلمه الله عز وجل كلام لطف ورحمة ولين وشفقة به، فالله عز وجل تفضل عليه بالكلام وعاتبه عتابا يسيرا، ومع ذلك رأف الله عز وجل به ورحمه وجعله من أهل الجنة. إذن الكلام مع الله عز وجل من لوازمه أن يرحم الله عز وجل المؤمنين. وإذا تكلم الله عز وجل مع أهل الفسق وأهل النار تكلمهم بكلام فيه توبيخ وزجر لا يزيدهم إلا مقتا وعذابا. فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. إذن مفهوم المخالفة أن الله ينظر إلى أهل الإيمان، إلى أهل الطاعة،
لا ينظر إلى أهل المعصية، بل ينظر إلى الذين يطيعونه سبحانه وتعالى. إذن عدم النظر إليهم من التوبيخ أيضا. فهؤلاء ماذا فعلوا حتى يكون هذا جزاؤهم؟ الأول، رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. طيب، لماذا حلف هذا البائع؟ حتى يروج وينفق سلعته، مش كده ولا يا اخوانا؟ واحد انت راح تشتري منه، يقول لك والله اتفصلت دي عندي بكذا وكذا وما رضيت ابيعها الا عشانك انت، هبيعها لك، بس يعني زي اخر واحد فصلها، وهو كاذب. واخر يقول والله لا اديها لك براس مالها، زي ما هي راس مالها اللي هو انت اشتريت بيه بالفعل بالجمله، ولا راس مالها اللي انت حاطه في راسك؟ انه راس مال؟ ما هو عنده راس مال اشترى به، ورأس مال يريد ألا ينزل عنه جنيها واحدا، فأنت تصدقه. هذا رجل يحلف بالله عز وجل، يحلف لك بالله هذا هو ثمنها، بل أعطي فيها كذا وكذا ولم يبيعها، ومع ذلك هو يريد أن يهديك أنت ويقول هي لك بهذا الثمن، من أجل أن يشتريها هذا المسلم منه. طيب، أنت قد حلفت وصدقك هذا المؤمن الذي آمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. خلاص، صدق الرجل ولم يكذبك، وإن كنت كاذبا في نفسك، إلا أنه يعظم لفظ واسم الله عز وجل، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بعيسى عليه السلام. رأى عيسى ابن مريم عليه السلام بعينيه، شوف دقة الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم، رأى عيسى ابن مريم بعينيه رجلا يسرق. كيف واحد بيسرق؟ قال أسرقت؟ ما جاش قال له بقى أنت نصاب وحرامي، أنا شايفك ده أنا هعمل فيك، لا، أسرقت؟ فهذا الذي سرق ورآه عيسى عليه السلام قال ما سرقت والذي لا إله غيره. الرجل اخوانا عمل ايه؟ أقسم بالله عز وجل. فما كان جواب عيسى عليه السلام؟ قال آمنت بالله وكذبت عيني. انت صادق. لماذا؟ لأنك حلفت بالله عز وجل، وينبغي علي أن أعظم اسم الله عز وجل، وأن يكون له موضع في قلبي يعظم ربنا سبحانه وتعالى، لا يحلف به إلا عند الشدائد، ولا يكون إلا في الصدق. أما هذا فباع سلعته بالحلف الكاذب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الذي يبيع بالحلف؟ لا أقول حلف كاذب ولا صادق، على الحلف عموما، حتى وإن كان صادقا، رجل يحلف ليبيع وإن كان صادقا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين الحلف منفقة للسلعة، خلاص هيساعدك على انك تبيع بسرعة، ممحقة للبركة. مسكين بعت ولم تربح. وفي رواية عند مسلم ممحقة للربح، هذا الربح محقه الله عز وجل، محاه لا تشعر به، لم يصل إليك ربح، وإن ظننت أنه في يدك مال زائد إلا أنه زائل، كما قال الله عز وجل عن الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق البركة من هذا المال، لأنه مال جاء بطريق غير مشروع لم يأذن به الله عز وجل.
أنفقت السلعة على اسم الله وأنت كاذب أو صادق ذهبت البركة، والذي أذهبها هو الله عز وجل. فهذا الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. والثاني: رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. في بعض الروايات: من حلف على يمين صبر وهو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. لماذا قال النبي بعد العصر؟ قال أهل العلم: بعد العصر لشرف الزمان، لشرف الزمان. وإيه اللي بعد العصر فيه شرف زمان بقى؟ قالوا أن شرف الزمان بعد صلاة العصر ترفع فيه أعمال اليوم. هذا نقله الحافظ عن بعض أهل العلم. وقالوا أيضا بعد العصر لأن صلاة العصر نهارية وتشهدها الملائكة. في بعض الروايات أن رجل الذي يحلف على هذا اليمين الفاجر وبعد صلاة العصر عند المنبر ويوم الجمعة، أي في اجتماع الناس ووقت ساعة إجابة في هذا اليوم. ومعنى يمين صبر أي حبس نفسه وأقحمها وهو يعلم أنه كاذب في هذه اليمين فحبس نفسه على الكذب. الصبر حبس النفس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك مع أهل الطاعة. فهذا الذي حلف على هذه اليمين الفاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وعندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 5 ألوان من العذاب لمن حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها ويأكل بها ويسرق بها ويحتال بها على مال امرئ مسلم حتى يأخذه، له هذه الألوان ال5 من العذاب والعياذ بالله. فدخل الأشعث ابن قيس على هؤلاء الناس وهم يسمعون حديث عبد الله ابن مسعود، فقال لهم: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود بيقول لكم إيه أبو عبد الرحمن كنيته؟ قال لكم إيه في الحديث دول؟ فقالوا له ما قال لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: في نزلت الحديث ده والآية دي أنا السبب. في نزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، البير بتاعتي ملكي أنا، كان لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي: شهودك، أي ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من يشهد أن هذه البئر ملك لك؟ قال: نعم. قال: إن لم يكن عندك شهود أجعله يحلف.
فقال الأشعث قلت لي شهود، قال يمينه، لو مش هتجيب الشهود يحلف وياخدها. فقال الأشعث قلت يا رسول الله إذن يحلف ويأكل مالي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية قال هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. في بعض طرق الحديث أن ابن عمه رجل يهودي. طبعا إذا حلف هذا الرجل واقتطع مال هذا الرجل وأكل ماله، إذن هو أكل مالا حرام، ويحلف على أنه ملك له. فأنزل الله عز وجل تخويفا وترهيبا هذه الآية لكل من سولت نفسه له أن يأكل المال الحرام أو أن يحلف على شيء ليقتطعه خالصا لنفسه، فيلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان وله هذه الألوان من العذاب والعياذ بالله. طيب، هذا الرجل الذي أنزلت فيه هذه الآيات، الرجل الذي حلف على يمين كاذبة، بعض الصحابة يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو حلف وهو واخد منه عود أراك، يعني سواك، يعني الحلف يتنزل على أقل الأشياء، هذا سواك يعني قليل، لا إلا أنه إن كان يملكه أحد ثم اقتطعه أحد منه فهو حلف عليه أنه ملكه فيمينه كاذبة، ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه أنها كاذبة حتى ولو حلف على عود من أراك. قال ولو كان عودا من أراك، لا تستهين بالحلف بالله عز وجل ولو على أقل الأشياء. طيب، هذا الذي حلف ليأكل مال الناس بالباطل وهو كاذب في يمينه. وفي نهاية حديثنا تكلم كلمة عن الأيمان وأنواعها، لكن معنى في الحديث ورجل منع فضل مائه، ما بتاعته لكن عنده فضل. في بعض طرق الحديث منع فضل مائه من ابن السبيل، يعني مش الإنسان المقيم، لا، ده المحتاج أشد احتياج. ابن السبيل تقطعت به السبل، هو يريد منك شربة ماء فقط، لا يريد منك شيئا، هو يريد منك شربة ماء وعندك الماء فائض. فهذا الثالث ورجل منع فضل مائه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة أنا أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. واحد يقول ايه تعمل يداك؟ يعني مش المية دي إما أن يكون هو بئر احتفره واستخرج الماء، طيب هذا البئر ملك لمن؟ للذي احتفره. هذا البئر الذي احتفره هذا الإنسان ملك له، والماء الذي فيه ملك له، لكن هو يستخدم الماء أبدا أم عنده فائض من هذا الماء؟ فربنا جل وعلا يقول منع فضل مائه، ما منعش الأصل. ليه؟ احنا عندنا أحاديث فيها أن الذي احتفر بئر ملك له، أو من أحاط بئرا فهي ملك له. عندنا حديث هاجر أم إسماعيل وهو في صحيح البخاري أيضا، أنها لما أحاطت بئر زمزم
أصبحت بئر زمزم ملك لأم إسماعيل. فلما جاءت قبيلة جرهم لتسكن بجوار الماء واستأذنوا هاجر عليها السلام أن يجلسوا بجوارها من أجل أن يشربوا من الماء، قالت نعم، غير أنكم لا تمتلكون الماء، هتقعدوا جنبي لكن ما تكونوش أنتوا أصحاب المية. الماء هذا يكون ملك لي، عندما أحتاجه وعندما أشربه وآكل وما شابه ذلك أقدم عليكم، أنا الأول ثم أنتم بعد ذلك. قالوا نعم، فسكنوا. أيضا عندنا حديث الزبير ابن العوام مع صاحبه الأنصاري، لما جاء الأنصاري، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله ابن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار قال للزبير ابن العوام اترك الماء يمر، اترك الماء يمر. كان الزبير له أرض يسقيها أو يسقيها، فجاء هذا الرجل وقال خلاص يعني انت خدت شوية، سيب الباقي، دع لي الباقي. فقال اصبر حتى انتهي من سقي أرضي. فاختصما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يسألان ما الحكم الشرعي، ماذا نفعل؟ فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم قلت له أمرر الماء. وده يدل على ان المية لن تصل الى ارض هذا الرجل الا عن طريق ارض الزبير. فقال هذا الانصاري قلت له للزبير امرر الماء، يعني سيب الماء تعدي بقى، كفايه كده اللي خدته كفايه. قال الزبير يا رسول الله لم انتهي بعد، انا ما خدتش يعني ايه، ما سقطش المكان، لكن أنا هعطيله بعد ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أمرر له الماء. ثم عد عليه الايه؟ اترك المية، هذا فضل الماء الزائد. فما كان من الأنصاري إلا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، يعني هو عشان بنت ابن عمتك، عشان هو ابن عمتك يعني قلت له اسقي وخذ راحتك. فأنزل الله عز وجل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، مش تاخد بقى حاجة كده وتسيل باقي، لا، اسقي حتى تستوفي من السقيا إلى أن يصل الماء جدر الأرض، يعني أنت عامل سد إلى أن يصل الماء بارتفاع السد، ثم أرسل له الماء، ثم أرسل له الماء. في هذا فضل، فترك الفضل. لكن انظر إلى من دخلت النار بسبب عدم السقيا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. لا نقول بقى فضل ماء، لا، هذه امتنعت من سقي هذه القطة الهرة البهيمة إلى أن ماتت، فكان جزاؤها عند الله عز وجل أن أدخلها الله عز وجل النار بسبب إهلاك حياة هذا الحيوان. على النقيض تماما رجل، والحديث مشهور كلنا يحفظه، رجل يسير في الصحراء كاد يقتله العطش، فإذا به رأى بئر فنزل فشرب فحمد الله، الحمد لله، ارتوى. من الذي سقاه؟ الله عز وجل. فلما خرج وجد كلبا يلهث من العطش، قال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش. انظر إلى الإحساس العالي وهذه الرحمة
التي وضعها الله عز وجل في قلبه تجاه هذا الحيوان. لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ به من العطش، فنزل البئر وملأ خفه، لم يجد إناء ولا شيء، خلع خفه وملأه بالماء، فخرج فسقى الكلب، فشكر الله عز وجل له وأدخله الجنة. سقية ماء، شربة ماء. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قال: سقي الماء لا يعدلها شيء. سقي الماء لا يعدلها شيء. ولذلك تجد كثيرا من الناس يريدون أن يفعلوا أفعالا صالحة لأمواتهم، إذا بهم ينشئون الكولدير أو الثلاجات أو ما شابه ذلك، وإذا بها بعد ذلك تتعطل وتفسد ولا يقوم عليها أحد. لكن إن أردت أن تفعل ذلك يكن أمام عينيك حتى إذا فسدت تقوم على إصلاحها. العجيب، وأنا في محافظة من المحافظات، رجل قرية من القرى عنده يعني طرمبة على قارع الطريق، بيته على الناصية، والناس وهم عائدون بمواشيهم من الغيطان والحقول يمر على هذه الطرمبة فيسقون بهائمهم. فالراجل الطرمبة قدام بيته والحوض، عامل حوض كبير، فلما وجد الناس أكثروا من ان هم يشربوا ويسقوا المواشي وهم مروحين، راح شارع شايل ايد الطرمبة وراح راكنها. يجي الناس تروح ما تلاقيش ايد طرمبة، ما تلاقيش ايد يدفعوا بها الماء ويستخرجوا بها الماء، يمروا يروحوا يسقوا البهايم فين؟ في البيت. انظر الى هذا الرجل، لو امتثل وعقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه سقي الماء لا يعدلها شيء، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من زرع زرعا فأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر أو حيوان أو إنسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل كبد رطب صدقة. أي مخلوق استفاد منك شربة الماء، حيوان، طائر، إنسان، تأخذ صدقة. فانظر إلى هذا الرجل، فجاء آخر وأراد أن يغتنم الأجر، فوضع بدلا منها بحوض أكبر منه يسع كثير من الحيوانات. أيهما أفضل عند الله عز وجل؟ الذي عقل أن سقي الماء لا يعدلها شيء، فهذا حرم نفسه وهو على قيد الحياة. فالذي منع فضل الماء في الدنيا ما جزاؤه عند الله عز وجل؟ قال الله عز وجل له: اليوم أمنعك فضلي. أمنعك فضلي. ما هو فضل الله عز وجل؟ أمنعك رحمتي، أمنعك كرامتي، أمنعك تفضلي عليك، فلا تكون من أهل الجنة إن كنت من الكافرين، ولا تكون من أهل الجنة وأول الداخلين فيها إن كنت من المؤمنين. تؤخر. لماذا؟ لأنك أخرت فعل الخيرات عن الخلق. اليوم أمنعك فضلي. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا أيا كانت الكربة، ولو شربت ماء، ولو كانت هذه الكربة شربة ماء، فرج الله عز وجل عنه كربة من كربات يوم القيامة. فرج الله عز وجل
عنه الكرب. فهذا حديثنا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن رب العزة تبارك وتعالى ويقول فيه رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، والثاني رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، والثالث رجل منع فضل مائه فيقول الله عز وجل اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، أي أنت احتفرت هذا البئر إلا أن الماء الذي أنبعه وأخرجه من الأصل هو الله تبارك وتعالى. فهؤلاء اثنان قد حلفوا بالله عز وجل، اثنان قد حلفوا بالله عز وجل. فالحلف بالله عز وجل على أقسام كما نعلم جميعا. هذه الأقسام كما قسمها أهل العلم: أولا هناك يمين لا يجوز الحلف بها، وهي الأيمان الشركية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، أو يحلف بأبيه أو برحمة فلان أو ما شبه ذلك. فهذه أيمان لا تجوز، وكفارتها أن يقول العبد لا إله إلا الله. كفارتها كما قال النبي: من حلف فقال في يمينه باللات والعزى أو حلف بوالديه فكفارتها أن يقول لا إله إلا الله. ثم الأيمان الصحيحة على 3 أقسام: اليمين الأولى يمين لغو، والثانية يمين غموس، والثالثة يمين منعقدة. الأولى اليمين اللغو، وهذه لا عتاب ولا مؤاخذة عليها، لقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وكما قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالأولى اليمين اللغو لا شيء فيها. وما هي اليمين اللغو؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، تقول رضي الله عنها: اليمين اللغو أن يقول المرء في يمينه لا والله وبلا والله. طب احنا عايزين ترجمة عملية بقى لواقعنا احنا. يعني واحد مر عليك وألقى عليك السلام عليكم، قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. فأقول لك ايه؟ شكرا. قل والله تفضل. أقسمت بالله ولا مش قسم؟ قسم. والله تفضل. لا، قال لك شكرا وراح ماشي وسايبك وماشي. آخر ضيف عندك وتريد أن تظهر له غاية الكرم: كل أكل، كل أكل، كل الحمد لله مش قادر، والله ما قادر. فتقول له: طب عشان خاطر خد دي. فيقوم واخدها وقال هو حلف، قال والله ما قادر، أنا لا أخذه، إلا أنه أخذ وأكل بعد اليمين، يمين اللغو. أو صاحب الضيافة يقول له: والله لا تاكل، فقول له: مش قادر، الحمد لله أكلت، أخذت كفايتي، خلاص بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله. طب واليمين اللي عندك دي انت حلفت بالله والله لا تاكل وما كلش، لم يبر يمينك الا الرجل ما كلش. هذه يمين لغو، هذه يمين لغو. في الطعام، في الشراب، في الترحاب، في إظهار الكرم والجود، هذه كلها يمين لغو لا يؤاخذ الله عز وجل عليها لكثرة وقوعها منا. فانظر إلى رحمة الله عز وجل، هذه كثيرة منا. اليمين الثانية اليمين الغموس، ومعنى فيها هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود والأشعث ابن قيس.
نزلت في رجل كانت بينه وبين صاحبه خصومة، فحلف بالله عز وجل أن هذا المكان وهذا البئر ملك له، فأنزل الله عز وجل قوله في هذا الذي غمس نفسه وأقحم بنفسه في معصية الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق، ليس لهم وزن، أو ليس لهم شيء عند الله عز وجل من أعمال الخير. لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم. عارف لما يكون بينك وبين واحد كده إشكال فقاعدين تتعاتبوا، ولله عز وجل المثل أعلى، هذا الرجل الذي تعاتبه ويعاتبك فتيجي تكلمه ويروح مد وشه الناحية التانية، فتكلمه ويروح معرض عنك برضه بص الناحية التانية. ايه اللي يا عم بص لي، يا أخي بص انظر لي، أنا بكلمك أنت. فهو معرض عنك. فتخيل أن الذي يعرض عنه بالكلية ولا ينظر إليه هو رب العالمين جل وعلا، لا ينظر إليه، وهذا من باب المقت والاستحقار. ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم، يرفع من شأنهم أو يدخلهم الجنة، ولهم عذاب أليم. توعدوا بالعذاب، كاذب، افترى الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله، وحلف بالله غير صادق. والله عز وجل يقول لنا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم، فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كلما تكلم معك إنسان والله والله والله، لا يجوز، لا ينبغي لك. انظر إلى الذين نقول فيهم أنهم كفرة ونعتقد ذلك وندين لله بذلك، إذا تكلموا قالوا: صدقني، المؤمن أعلى قدر وأعلى شأن عند الله عز وجل، فلا تستخدم اسم الله عز وجل إلا إذا احتجت عند ضرورة ملحة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. لماذا؟ أو ما هو معنى هذه الآية؟ أي لا تجعل اسم الله عز وجل حائل بينك وبين فعله الطاعة، مثل أن تبر فلان وتوده، أو تصلح بين اثنين، أو تتقي الله عز وجل. واحد يقول: والله أنا دخلت لهم قبل كده في مشكلة وما بيسمعوش الكلام، والله ما أنا داخل. يا أخي حل الإشكال في إيديك أنت. قلنا: حلفت كفر عن يمينك، حلفت كفر عن يمينك، لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. فما بالك بنا نحن، وهذا سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكفر عن يمينك وتفعل الذي هو خير، لكن تقول: أنا حلفت ومرجعش في كلامي وخلاص الناس عارفة عني كلمته واحدة. لا، خطأ. لابد أن تصلح. أنت حل إشكال عندك، لابد وأن تصلح، ويمينك تكفره. لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تفعل الخير، تصلح بين الناس وتتقي الله عز وجل، أو تبر والديك أو غير ذلك. وانظر إلى عتاب الله عز وجل في هذه الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. سمعت واحد مرة بيحلف يقول: والله لا ابن مسجد. سمعتوا كده؟ واحد كده قال لي: والله لا ابن مسجد. طب سمعت واحد قال: والله لا اكفل اليتيم، إلى أن
يبلغ ويكون في منصب يرضي الله تبارك وتعالى. أنا أكفل هذا اليتيم من إلى طعام شراب كسوة تعليم. سمعت رجل قال والله لأقتطعن من راتبي لوالدي كل شهر مبلغ كذا، ووفى. سمعت حاجة زي كده؟ لكن تسمع ايه؟ والله لا اضرب، والله ما انا مكلمه، والله ما انا رايح له، طب والله ما انت رايح على ابوك، والله ما هزور اخوك، والله كذا. فهذا عتاب من الله عز وجل لنا، عتاب من الله لنا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. تروح فين؟ تستخدم اسم الله ليكون حائل بينك وبين فعل الطاعة؟ ما هذا الذي نفعله. لا، بل أنت تستخدم اسم الله عز وجل من أجل فعل الطاعة لا من أجل فعل المعصية. وهذا معنى الآيات. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما يكونش حاجز بينك وبين فعل الطاعة. بالعكس، ده لابد أن يكون اسم الله دافع لك على فعل الطاعات. فهذا اليمين الأول كما قلنا، اليمين الأول يمين لغو عفى الله عنها. الثانية يمين غموس، يمين غموس، حلف كاذبا ليصل إلى مأربه أو ليأكل مال الناس أو لينتفع بأمر يكون فيه أمرا دنيوي يحبه لنفسه أن يكون عنده. والله عز وجل يقول فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه اليمين الثانية، اليمين الغموس، الكذب. حلف على يمين وهو كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم أو ليصل إلى مأربه، فحلف وكذب. ما كفارتها؟ ليس لها كفارة إلا التوبة، ليس لها كفارة إلا التوبة. وأما اليمين المنعقدة فتتمة الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله عز وجل خيرا. سؤال يقول: هل يجوز عدم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد؟ ليس هناك دليل يمنع من إلقاء السلام على أهل المسجد أو الجلوس في المسجد. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أو شيء من ذلك، بل إذا دخل سلم، إلا أن يكون في صلاة الجمعة والخطيب يخطب. فإذا كان يوم الجمعة دخل والخطيب يخطب لا يسلم على أحد ولا يتكلم، لا يسلم على أحد ولا يتكلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صعد الإمام المنبر فطوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. وللحديث الذي صححه وحسنه الشيخ الألباني: من قال لأخيه والإمام يخطب اسكت فقد لغى، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أما الجزء الأخير فمن لغى فلا جمعة له، هذه الزيادة لا تثبت، هذه الزيادة لا تثبت. والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني: سمعت أنه هناك حديث يقول إن النوم بعد العصر يذهب العقل، يذهب
العقل. أما هذا فقد سمعت شيخنا أبو عبد الله مصطفى العدوي وشيخنا أبو عمير حفظهم الله تعالى يضعفان هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عز وجل خيرا.